ازاي تتكلمي في الجنس مع جوزك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لاقيه كده ان الفيديوهات بتاعتي يعني عند حسن ظنكم قوي، فقلت لا ده لازم انوع لكم فيها ولازم اكون مستمره معاكم حبايب قلبي. شكرا جدا لكل الكومنتات، انا بقرا الكومنتات كلها حرفيا وبرد على الناس كلها حرفيا، فشكرا جدا للكومنتات الحلوه وشكرا جدا لكومنتات التشجيع وشكرا لكلامكم الحلو ده جدا، ودي اكتر حاجه بتخليني اكمل معاكم هنا الفيديوهات. فالنهارده الفيديو بتاعنا مختلف جدا جدا جدا، وهو ازاي تخلي العلاقه ما بينك وما بين جوزك على طول متجدده، ولو العلاقه ملت ازاي ترجعيها تاني. والله لازم 3 مواضيع مختلفه متعوب عليها متركز فيها. وبالنسبه للناس اللي تقول دي كلام اي كلام في الهوا والفاضي مالهوش اي اساس علمي وديني، حضرتك انا مش بخترع، حضرتك انا مش بجيب من الهوا يا بابا، حضرتك مش بجيب خلاص يلا كلام حطوه ماشي. فلو حضرتك مش فاهم او حضرتك مش فاهمه مالناش دعوه، لان احنا مش هنقعد نفهم والله مضايقه جدا. اما من الناس اللي هي بتسمع والناس اللي بتعرف والناس اللي بتجرب وبتلاقي نتيجه حبايب قلبي، بوسه ليكوا والله العظيم 3 يعني. شكرا جدا ليكي، ولو جربتي حاجه من اللي انا قلتها وجابت معاكي نتيجه حطيها تحت في الكومنتات زي كل اصحابي. فلو انت بقى مهتمه بالفيديو كملي معايا الفيديو. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي عايزين يا دينا العلاقه يا اما ترجع زي الاول او احسن، يا اما تفضل على طول متجدده ما توصلش اصلا لحته الملل، لحته الخنقه اللي هي اللي عارفه اللي هو ايه، ملالين روتينيه. مش عايزين روتين. اعمل ايه؟ اول حاجه يا قلب اختك عايزاكي تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. مبدئيا كده الراجل بيحب المفاجآت. ايه ده يا جينا؟ الراجل بيحب مفاجآت اقسم بالله. يحبك انت مثلا تكوني لا على البال ولا على الخاطر، مره واحده عامله له النهارده مفاجاه، مره واحده لابسه حاجه حلوه وخارجه عليه، هيتفاجئ هيفرح. هو ممكن فرحته ما تبانش على وشه قوي، ممكن عارفه اللي هو من جواه كده يتبسط، فاللي هو ايه ده في ايه مش عارفه ايه. فعنصر المفاجاه مهم. انت وذوقك انت وحركاتك انت، والمفاجاه عندك منين؟ في واحده تفاجئ جوزها باكله حلوه كانش بقاله كتير قوي ما اكلهاش كان نفسي ياكلها. في واحده تفاجئ جوزها بلانجري تحفه، هو الراجل يا ستي بيحب اللانجريات فانت البسي لانجريات. في واحده تفاجئ جوزها يا لهوي ان انا النهارده هبيت العيال عند ماما او عند اي حد، بمهم ان العيال هيبقوا بره وانا وانت هنقعد قاعده حلوه، مجرد القعده، مجرد ان احنا مفضيين دماغنا، مجرد ان احنا مش مركزين مع حاجه، مفيش في دماغنا حاجه. تمام؟ دي كل واحده على حسب المفاجاه ايه. دي اول حاجه خالص معانا. فانت شوفي مفاجاه جوزك بيحبها ازاي، او مفاجاه جوزك بتيجي من ناحيه ايه، وقولي يلا بينا يا وايه ويا فكيكه. تاني حاجه معانا وهي اللعب. لا يا جينا بقى بحبش اللعب، اسمعي ركزي معايا. اللعب انواع. في لعب انت بتلعبي بيه الحاجه اللي هو بيحبها، وفي اللعب بيه هو على هيئه الحواس، وفي لعب بالمشاعر، وفي لعب حاجات كتير قوي. احنا النهارده هنتكلم باللعب اللي هو انت بتشاركيه الحاجه اللي هو بيحبها، واللعب اللي بالحواس. حلو ركزي بقى معايا بقى قوي 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 في الحته دي. اللعب اللي هو حاجه بيحبها، مثلا بيلعب ببجي، بيلعب بلاي ستيشن، بيلعب كوره، بيلعب ايا دومنه، العبي وتعلمي. والله العظيم انا عن نفسي عايزه اقول لك والله انا ماليش في اي حاجه خالص، لا بلعب كوره ولا بلعب ببجي ولا ليا في اللعبه اصلا، ولكن اللي هو ايه بيتعمل ازاي ده، طب ده المفروض ايه، طب مش عارفه ايه، بسال وبعرف وبشوف. ما هو بص، انت هتروح في الحته اللي هي انت عايز تقعد فيها او انت بتتبسط فيها، انا معاك هتبسط معاك لحد ما تخلص انبساطك واجيبك ناحيتي بانبساطي. ركزي بقى، ده بقى اسمه الست الايه، الست الذكيه. الست الذكيه، ركزي معايا ما تبقيش مجرد حد حافظ مش فاهم. تمام؟ فانت شوفي هو بيحب ايه واعملي معاه. ده بالنسبه للعب. خلاص خلص خدي ناحيتك، يبقى انت خلاص بقى هو اتبسطتي معاه، تعالى يلا اتبسط انت عندي ماشي. دي تاني حاجه. طب بالنسبه للعب بالحواس، بصي بقى يا روح قلبي انا هجيبها لك على بلاطه. لازم تكوني ست بتتكلم مع جوزها بعيونها، بحواجبها، بمناخيرها، والله العظيم اهو كده. عارفه الحركه دي اصلا طبعا بقى مش هيني ايه، والبنات بقى طبعا انت عارفه ان مياستك في البيت مع جوزك مش هينفع اقولها لك هنا، ولكن انت الحركه دي اصلا ذات نفسها، العيون مثلا، الغمزه، الحواجب، المش عارفه ايه، الشفايف، الخدود، والضحكه الحلوه، دي كلها اسمها الحواس. بتفرق جدا مع الراجل، بتفرق موت موت موت، وبيركز فيها اكتر، ويحس ان في حاجه ممكن الراجل ما يكونش فاهم انت عايزه ايه، بس يحس ان في حاجه مهمه. كون ان انت ساكته فدي حاجه مهمه. فان انت بطبيعتك مش بتسكتي، احنا كستات ما بنسكتش، فكون ان انت ساكته وبتتكلمي بالحواس في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه. تمام؟ فالكلام او اللعب بالحواس العبيه بقى، لعبيه عشان ناكل بقى، شكشك على العالي وشكشك على الواطي وزي ما انت عايزه، جوزك حلك براحتك، انت اللي انت عايزاه. انت اللي بعد كده اللمسات
باللمساتشي، بالهمساتشي، بالنظراتشي. خلصنا الهمساتشي، خلصنا النظراتشي، نيجي بقى لللمساتشي. اللمس والله العظيم 3 لمستك اصلا لجوزك لوحدها بالدنيا. والله 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 كون ان هو يجي يلاقي ايد بتطبطب، ايد معلش ربنا يعينك، الحضن، الحاجات دي كلها. خليكي ست عارفه انت الرقيقه، مش هقولك الفافي، خليكي ست. انت فاهمه قصدي؟ خليكي ست، خليكي انثى قوي معاه. يعني حاولي بقدر الامكان تكوني في البيت فيفي، بره البيت عبده. والله العظيم دي اكتر شخصيه بتعجب الرجاله، اكتر شخصيه بتجيب الرجاله، اكتر شخصيه الرجاله بتحبها لما تشوفك بره البيت عبده. لا ده دي اكيد بقى محافظه على نفسها، مش كل من هب ودب ايه يجيلها او تروح معاه، فاهماني؟ اللمسه تتعاملي بطريقتك، حضن، طبطبه، مسانده، طيب خاطر، اي حاجه من اي نوع، دي بتبقى حلوه جدا. اللمسه اللي قبل الخطه الاساسيه. ايه الخطه الاساسيه؟ لو انت بقى تقعدي معاه قعده حلوه، فاللمسات بقى بيحس بيها جدا. ممكن لو انت بتطبطبي عليه يفتكر انت مثلا بتقولي عايزه حاجه، فيلا بينا، يلا احنا لسه هنطول، يلا يا ماما، فبعد يلا يا ماما دي صباح الفل. تمام، وصلنا للهدف الاساسي. طيب النقطه اللي بعد كده، الكلام المتميز، الكلام اللي بيخش دماغه يخلي دماغه تشتغل. كل الكلام اللي انتي متخيلاه. ايه يا جينا؟ يعني ايه؟ يعني الكلام عنه، الكلام عن قوته، الكلام عن رجولته، الكلام عن حاجته الحلوه اللي بيعملها معاكي، الكلام عن الانتركورس او السكشوال اللي بيحصل بينكم وبين بعض اللي هي العلاقه الزوجيه، الكلام عن تصرفه في موقف معين، الكلام في الجنس اصلا مع بعض. اصلا ايه ده يا جينا؟ هتكلم معاه في كده؟ حبيبه قلبي انا هقول لك اصلا ازاي تتكلمي معاه في كده، قسما بالله. وهو الوحيد، لسه سامعه ده امبارح من الدكتوره ساره الغامدي تقريبا بتقول، انا مش عارفه ساره الغامدي ولا مين، انا بس شفت الفيديو ده امبارح، بيقول ان اكتر حد يعلم الست العلاقه الزوجيه او يعلم الست الجنس اصلا هو جوزها. اكتر حد خبره في الموضوع ده، اكتر حد يفهمها، اكتر حد يعلمها، اكتر حد ياخدها ويحببها فيه، ولو العكس اكتر حد يكرهها فيه، اكتر حد يعملها عقده اصلا منه، يبعدها عنه. فانا هقولك ازاي اصلا بشويه خطوات كده تتكلمي معاه في ده بطريقه حلوه ومن غير ما تتحرجي وهو اللي يقول مش انتي. والله العظيم انا كفيت ووفيت. انا مش عارفه يعني انت من غيري كنت تعملي ايه والله. بس بنات خالتي، بس هو مش كده ابدا ابدا. لازم تكوني عارفه وفاهمه وواعيه الدنيا رايحه فين وجايه منين، والدلع وما دلعش، واللي حياتها روتينيه. يا ماما اسمعي الفيديو بتاعي ده ونفذيه وطبقيه بس على الهاديه الزبادي. وقبل ما تعملي كل ده لازم النقطه الاخيره اللي انا هقول لك عليها دلوقتي، وهي تعرفي انت حدودك ايه. يعني ايه بالبلدي بالمختصر المفيد؟ اعرفي قيمه نفسك وثقي في نفسك وفوق انوثتك، بس واثقه من نفسك، واثقه من انوثتك، واثقه من دلعك، واثقه من تفكيرك، واثقه من كل ده ومش متردده. هتعرفي تعملي كل حاجه انت ممكن تتخيليها. هتعرفي تكنترولي على الراجل وانت اصلا مش كنترول، يعني فاهمه؟ انت اللي بتكنترولي عليه او انت تتحكمي في كل حاجه، بس هو اللي باين ان هو اللي بيتحكم في كل حاجه معاكي. حسسيه ان هو اللي عامل كل حاجه. شفتي فكره مثلا لما نكون قاعدين بنلعب بلاي ستيشن والطفل جنبنا عايز يمسك دراع، تمام؟ فاحنا نشد الفيش، نشد السلك، هو ماسك بيلعب واحنا بنلعب، هو عارف، هو بيحسب ان هو اللي بيلعب، فعمال بقى ومش عارفه ايه فهو حاسس ده فرحان ومبسوط، بس انت اللي بتلعبي ماشي. وهو ايه ده شاطر، الله حلوه قوي، هو اصلا السلك بتشال اصلا، هو ما بيلعبش، هو ملوش دور اصلا، تمام؟ فانت مهم جدا جدا تكوني عارفه قيمتك وتكوني مغذيه نفسك قوي ومدعمه نفسك قوي من حته الانوثه ومن حته الحاجات دي كلها، عشان تعرفي فين حدودك وفين واجباتك، ماشي؟ ممنوع منعا باتا خالص تتعدي على حدود الراجل. الراجل له حاجات كده معينه وليه مهام معينه وليه حاجه معينه، انت ما ينفعش خالص تيجي ناحيتها خالص، حتى لو بتعرفي تعمليها نهائي. والراجل نفس النظام. فحاولي تكوني انت محافظه وهو محافظ عشان الموضوع يبقى يمشي في رتم كده معين وبسيط. شوفي بقى اكتر حاجه جابت مع جوزك، او انت شايفه ايه اكتر حاجه ممكن تغير الروتين. ولو عندك افكار تانية اكتبها لي تحت في الكومنتات، والله هقول لك ازاي تكلفي الجنس مع جوزك اصلا.
الموضوع بقى رايح جاي كده، بدل ما هو عقده الخواجه عندنا، بدل ما هو حاجه كبيره ما بيننا وده جوزك حلالك، في شويه طرق كده هقول لك عليها فهتعمليها. بس كده حلوين، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو عجبكم بقى تنسوني في اللايك والشير والسبسكرايب. اقول لكم اصدقكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.